كان في 5 غواصين محترفين نزلوا في مهمة لقاع المحيط عشان يصلحوا أنبوب نفط، لكن المهمة اللي كانت في بالهم اعتيادية ومن أسهل ما يكون انتهت بكارثة ضخمة جدا. ونعرف بهذا الفيديو كيف ال5 الغواصين انشفطوا لداخل أنبوب النفط. للأسف ما في أي أحد نجا من هذا الحادث إلا شخص واحد، وهو اللي طلع عشان يكلمنا بكل أجزاء القصة، وبنعرف كيف إنه اضطر يتخلى عن كل الغواصين اللي كانوا معه، وبنعرف كمان كيف إنه الشركة قدرت إنها تتخلى عن موظفينها وتخليهم يموتوا. واللي يثبت هذا الحادث إنه كان على رؤوسهم كاميرات صورت كل شيء، وحتى محادثاتهم والمعاناة اللي عاشوها داخل الأنبوب تم تصويرها بالكامل، وبستعرضها لكم في هذا المقطع. قصتنا بدأت في عام 2022 في جزيرة توباغو. موقع هذه الجزيرة بالضبط في شمال المحيط الأطلسي، وكانت قريبا نوعا ما من المكسيك. المهم بطل قصتنا اليوم رجل يدعى كريستوفر، أب ل3 أطفال، وكان يعد من الغواصين المحترفين في المنطقة. حصل على وظيفة في شركة بريا فيول، وكان سعيد جدا بالوظيفة لأنه كانت المسافة بين بيته والشركة اللي يشتغل فيها تبعد حوالي 2 دقيقتين في السيارة، وكان هو المسؤول عن أي مهام في الغوص. في يوم من الأيام، وهنا تبدأ أحداث قصتنا المأساوية، انطلب من كريستوفر وكل أصدقائه الغواصين في الشركة إنهم يعيدوا تشغيل أنبوب نفط في قاع المحيط. طبعا الأنبوب كان تحت الماء وعلى شكل يو، طرف من أطرافه كان خارج المحيط، والطرف الثاني اللي كان قريب من الساحل كان داخل المحيط. طبعا الطرف اللي كان نوعا ما داخل الماء كان فيه له زي السدادة بحيث انها تمنع الماء يتسرب لداخل انبوب النفط، والانبوب هذا كان عاطل عن العمل لاكثر من 4 سنوات. اجى يوم من الايام واحتاجت الشركة انها تستخدمه. كلمت كريستوفر وبقية الغواصين انهم يصلحوه، والمهمة المطلوبة منهم بكل بساطة هي انهم ينزلوا يفتحوا السدادة عشان يعيدوا تشغيل الانبوب. شركة بريا فيول النفطية كانت نوعا ما شركة كبيرة في المنطقة، كانت عندها معدات وآليات، وكانت نوعا ما متوصية ومدلعة موظفينها. ومن ناحية مدلعة هذه بنعرف الدلع على أصوله بعد شوي. المهم كان في عندهم زي الغرفة تنزل لقاع المحيط وهي مليانة هواء، بحيث إذا دخلوا الغواصين من تحتها يقدروا ينزعوا كل معدات الغوص ويشتغلوا براحتهم. وعشان أسهل لكم فهم هذه الآلية، إذا جبت كوب فارغ وحطيته داخل الماء بشكل عمودي، طول ما الكوب ما يتحرك الهواء اللي فيه مستحيل يصعد، وهذا هو بالضبط وظيفة هذه الغرفة. وفي صباح هذه المهمة صحى كريستوفر من النوم وصلح فطوره وأكل وطلع من البيت والكل نايم، وراح لموقع العمل بانتظار أصدقائه. تجمعوا كل الغواصين لبسوا معداتهم، وبدأت الآلية تنزل بحيث أنها تهيئ لهم الجولة المهمة. كلهم غاصوا ودخلوا لداخل الآلية وبدأوا بإعادة تشغيل الأنبوب، لكن حصلت معهم مشكلة صغيرة، وهي بكل بساطة إنه أحد البراغي الصامولة تبعه ما رضت تنفتح، وكان يتطلب زرادية من نوع ثاني وأقوى عشان يفتح معاهم. تطوع واحد من الفريق لبس معداته من جديد وطلع للسطح عشان يجيب الزرادية، وفعلا هذه اللي حصل زي ما تشوفوا في الفيديو. دخل داخل الغرفة مرة ثانية وقابل المفتاح أو الزرادية لواحد منهم، بدأوا يفتحوا، وكان يحاول يطلع وينزع المعدات عشان يرجع يساعدهم. وهنا حصلت الكارثة. بتلاحظوا انه اول ما حاول الغواص انه يطلع عندهم، فجأة صارت الشاشة سوداء وما في غير صوت الماء والناس تغرق. اللي حصل بكل بساطة هو انه اول ما انفتحت الصامولة، الضغط اللي داخل الانبوب كان ضغط منخفض، لانه مؤخرة الانبوب كانت مفتوحة وكانت خارج المحيط، والهواء اللي داخل الغرفة كان يعتبر ضغط عالي. لهذا السبب اول ما انفتح الانبوب، الهواء اللي داخل الغرفة انشفط بلمح البصر، وبدأ الانبوب يشفط كل شيء حوله كأنه ثقب اسود. بس الغريب انه كيف الشركة والموظفين ما انتبهوا لهذا الشيء، لانه اكيد كان راح يصير هذا الشيء بسبب ضغط الهواء. ومن قوة الشفط انسحب الغواصين مع كل معداتهم مع كل شيء في الغرفة لداخل الانبوب. والشيء المحزن انه بسبب صغر الانبوب تكسرت اجزاء من جسمهم، وكل شيء صار بثواني، ما كانوا يعرفوا ايش اللي حصل.
هنا اي هنا لا انا هنا ها I 35 too. I trying to come up. Who making all that noise? Come on, all I mean, let's figure it out. We gotta go. We gotta start moving. Can't everything alright with you? No. Any lemon break? Your leg, alright. 5. Anything happen to you? Yeah. Yusuf, anything happen to you? Yeah, boy. What happened? والمشكلة الأكبر إنه الأنبوب كان مليان زيت ونفط ناشف لأكثر من 4 سنوات. يعني تخيلوا حجم العذاب والمعاناة اللي كانوا فيه. جسمهم كان يحترق من النفط، هذا بعيد عن إنه كمية الهواء والأكسجين اللي داخل الأنبوب كانت محدودة. ما أحد يعرف متى يخلص، لأنه بكل بساطة الأنبوب كان شبه ممتلئ بالماء. لا، وزيادة على كذا هواء ممزوج بريحة نفط. عذاب مش طبيعي. اللي عنده ضعف في التنفس ما أنصحك تكمل القصة، لأنه وأنا أشرح القصة انخنقت. المهم بعد ما أدركوا إنهم داخل الأنبوب بدوا يصارخوا عشان إذا في واحد يسمعهم يجي ينقذهم، لكن بدون فائدة. كريستوفر هو أول واحد انشفط، وكان هو اللي لازم يقود المجموعة. أمرهم إنه كل واحد يحط رجله على كتف الثاني عشان اللي اتكسرت عظامهم يقدروا يتحركوا، بنفس الوقت يمشوا سوا إلى نهاية الأنبوب. لكن للأسف هم ماشيين وصلوا لنقطة كانت مليانة بالماء، بسبب إنه في زي المنعطف فيها، وما كانوا يعرفوا كمية الهواء كانت كم. هل بقية الأنبوب كان غرقان أو في منطقة فيها هواء بعدها؟ لأنه الأنبوب ما كان صغير، نتكلم عن أنبوب نفط طوله ما يقارب 130 متر. بقوا على نفس الحالة تقريبا نصف ساعة أو أكثر، وما كانوا يعرفوا إيش يعملوا. هل اللي فوق عرفوا إنهم انشفطوا لداخل الأنبوب أو لا؟ طيب هل بيجي أحد يساعدنا أو بتكون هنا النهاية؟ تخيلوا كمية العذاب النفسي والجسدي اللي كانوا فيه. أنا وأنا صغير مرة دخلت برميل فيه ماء عشان أسبح، حسيت نفسي بموت. المنطقة كلها سمعت صوتي. هذا هو برميل طوله ما يتعدى المتر، فما بالك بأنبوب نفط طوله 130 متر. المهم بعد مدة انتظار طويلة جدا قرر كريستوفر انه يتخلى عن كل اصدقائه ويسبح داخل الانبوب، عشان اذا قدر يوصل يقلب لهم المساعدة ويرجع. طبعا المهمة كانت شبه انتحارية. اصدقائه يصارخوا لا تروح لا تروح، لكن ما سمع كلامهم. حط بباله انه احسن ما نظل كلنا هنا ونموت كلنا سوا، على الاقل واحد يحاول عشان يساعدنا. وكان الشخص اللي ورا كريستوفر بالضبط هو فيصل. قرر انه ما يودي كريستوفر لوحده وراح معه، وهما يسبحوا داخل الانبوب. خبط راس كريستوفر بشيء حديدي، مسك هذا الشيء عشان يعرف ايش هو، ولحسن الحظ كانت علب الاكسجين اللي كانت معهم داخل الغرفه. اخذ واحده ومررها من تحته وجابها لفيصل، وهو اخذ الثاني وكملوا طريقهم. وصلوا المنطقه تقريبا كان فيها شويه هواء. هنا فيصل ما قدر يكمل، تعب، خصوصا انه كان اسمن واحد في الفريق. قرر انه يوقف وينتظر كريستوفر في هذه المنطقه. بقي كريستوفر يمشي وما يعرف الاكسجين متى بيخلص. هل بتكمل معاه العلبه الاكسجين لنهايه الطريق او بتخلص ويموت؟ وكم باقي عشان يوصل اصلا؟ كان محير بين انه يمشي او يظل مع فيصل، وللحظه قرر انه يسبح باسرع ما عنده ويوصل بسرعه. يقول كريستوفر كنت اسبح وحسن نبضي قرب يتوقف من القلق والخوف. ما اعرف باي متر من الانبوب راح اموت. وبعد ربع ساعة من السباحة والقلق والخوف أخيرا حالفه الحظ مرة ثانية. خبط رأسه بشيء حديدي، لكن هذه المرة ما كانت علبة أكسجين، كان فعلا نهاية الأنبوب. قطع كل المسافة الأفقي وما تبقى شيء. كل اللي تبقى هو كم متر عمودي وتنتهي المعاناة. رمي علبة الأكسجين من يده وبدأ يطلع بأسرع ما عنده. وأول ما وصل بدأ يصارخ بأعلى صوته عشان إذا سمعوا شخص يجي يساعده. وفعلا كان في 2 موظفين مروا من جنب الأنبوب وسمعوا صوت كريستوفر، وجابوا حبل وبدأوا يرفعوا كريستوفر للأعلى. وأول ما طلع للسطح كانت فرق الإنقاذ موجودة وعارفين إنهم داخل الأنبوب انشفطوا. قال لهم بسرعة أصدقائي كلهم عالقين داخل الأنبوب، انزلوا ساعدوهم بسرعة لأنه الأكسجين قرب يخلص. لكن السلطات المحلية منعت تدخل فرق الإنقاذ. Boy, them fellas in there, let's go and save them, let's go and save them. And she was like, all right, but you relax. I said, don't tell me to relax. What better? Let me go back and save them, you know, because like all I want to. وكانت الحجة ببساطة هي إنه المهمة كانت خطيرة على فرق الإنقاذ، فما راح نسمح لهم ينزلوا. كريستوفر لما عرف هذا الشيء مباشرة قرر إنه يلبس عدة غوص ويرجع يساعدهم، لكنهم منعوه وأخذوه للمستشفى عشان يتعالج. بدوا أسر الغواصين والناس يجتمعوا حول الشركة، والحكومة والشركة كانوا محوطين على المكان وما خلوا أي أحد يدخل. فرق الإنقاذ كانت واقفة على جنب وما تدخلوا. وكان السؤال هل الغواصين ما زالوا أحياء عشان ينزلوا يساعدهم بسرعة أو كلهم ماتوا. قرروا إنهم يرسلوا غواصين لتحت المحيط عشان يسمعوا ما إذا كان في أحد عايش داخل الأنبوب أو لا. واللي حصل
فعلا سمعوا صوت طرق داخل الأنبوب. طلعوا الغواصين مباشرة من قاع المحيط عشان يبلغوهم باللي حصل، ومن المفترض إنهم الآن يبدأوا يتحركوا ويفكروا كيف يبدأوا ينقذوهم، لكن اللي حصل كان كارثي. مر يوم، يومين، 3 أيام بدون ما في أي أحد حاول إنه ينقذهم، بل وحتى منعوا كل المتطوعين اللي حاولوا إنهم يدخلوا عشان يساعدوهم. وفي اليوم الرابع للأسف صوت الضرب اللي على الأنابيب توقف، لأنهم بكل حزن وأسى ماتوا يا إما بسبب نقص الأكسجين أو بسبب الأمراض والالتهابات اللي حصلوها داخل الأنبوب. وبعد مدة قصيرة عرف كريستوفر باللي حصل، طلع من المستشفى وراح المحكمة ورفع قضية على الشركة. والشيء الصادم والمحزن في القضية هذه إنه ما في أي شخص تعاقب أو انسجن، ولا حتى في أي شخص انطرد من منصبه. وكل الناس قالوا إنه الشركة كانت متفقة مع الحكومة، لأنه ببساطة الحكومة ما سوت أي شيء للشركة. أعتذر عن النهاية المأساوية للقصة، لكن فعلا هذا اللي حصل. وكذا نكون وصلنا لنهاية قصتنا. أتمنى إنها تكون نالت على إعجابكم، وكافية إنها تخليكم تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذا وصلتم لهذه النقطة لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد. أشوفكم على خير في الأسبوع القادم. دمتم سالمين.